يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم المفاهيم في عالم الأمان الرقمي كله، الفايروول أو الجدار الناري. ده يعتبر خط الدفاع الأول اللي بيحمي بياناتنا وشبكاتنا كل يوم تقريبا. طيب، خلينا نبدأ بسؤال بسيط جدا. إيه هو الحاجز اللي واقف ما بين الشبكة الخاصة بتاعتنا زي اللي في البيت أو في الشغل وما بين فضاء الإنترنت العام المفتوح بكل اللي فيه من خير وشر؟ الإجابة على السؤال ده هو موضوعنا النهاردة، الحاجز الرقمي للأمان. يلا بينا نفهم بالظبط إيه هو الدور الأساسي للفايروول. ببساطة شديدة، الفايروول هو نظام مهمته إنه يمنع أي حد مش مفروض إنه يدخل على الشبكة الخاصة. طب بيعمل ده إزاي؟ عن طريق إنه بيفلتر كل البيانات اللي جاية من الإنترنت، زي ما يكون واقف على بوابة وبيفتش كل اللي داخل. يعني مهمته واضحة وصريحة، أي بيانات أو ترافيك غير مرغوب فيه أو خطر بيمنعه، وأي حاجة مطلوبة وآمنة بيسمح لها تعدي، بالظبط زي ما يكون حارس بوابة رقمية للشبكة. والمقارنة دي بتورينا قد إيه وجود الحارس ده مهم. على الشمال عندنا الشبكة الخاصة بتاعتنا، مكان آمن، كل الأجهزة اللي فيه موثوقة والبيانات حساسة. على اليمين بقى عندنا الإنترنت العام، عالم مفتوح غير متوقع ومليان بالهاكرز والتهديدات اللي ما بتخلص. الفاير هو السور اللي بيفصل بين العالمين دول. طيب، الاسم نفسه جه منين؟ القصة اللي ورا الاسم ده حقيقي مثيرة للاهتمام، لأن المفهوم نفسه أقدم من الكمبيوتر بكتير، والتشبيه اللي متاخد منه عبقري جاي من عالمنا الواقعي. المفاجأة إن مصطلح فاير أو الجدار الناري ده أصله مش كمبيوتر خالص. الكلمة دي في الأساس جاية من عالم البناء والهندسة المعمارية. زي ما الاقتباس ده بيوضح، الجدار الناري في المباني هو حيطة قوية جدا بتتبني عشان لو حصل حريق في جزء من المبنى النار ما تنتشرش وتوصل لباقي المبنى. يعني الفكرة كلها هي احتواء الخطر. والفاير وول بتاع الشبكات بيعمل نفس الحاجة بالظبط بس بشكل رقمي. مهمته إنه يوقف أي نشاط رقمي ضار ويحصره قبل ما ينتشر ويدمر الشبكة كلها. يعني بيمنع الحرائق الرقمية زي الفيروسات والهجمات الإلكترونية. تمام قوي. كده فهمنا المبدأ العام، بس السؤال المهم هو بيقرر ازاي؟ ايه اللي بيخليه يقول لدي عدي ولدي لأ ممنوع؟ ازاي بيعرف الصح من الغلط؟ السر كله في حاجة اسمها قائمة التحكم في الوصول أو Access Control List، وبنختصرها ل ACL. دي ببساطة كتاب القواعد بتاع الفايروول. مدير الشبكة هو اللي بيكتب القواعد دي وبيقول للفايروول إيه المسموح وإيه الممنوع. وبصوا على المثال ده عشان الصورة توضح أكتر. دي قائمة بعناوين IP بتحاول تتصل بالشبكة. الفايروول بيبص في القواعد بتاعته. العنوان الأول مسموح، التاني تمام مسموح، لكن نيجي بقى عند العنوان التالت ده لا، هنا القاعدة بتقول deny يعني ممنوع، فالباب بيتقفل في وشه على طول. العنوان الأخير مسموح له يعدي. هي دي طريقة عمل القواعد ببساطة. بس الموضوع مش بس عناوين IP، لا، الفاير والأذكى من كده بكتير. القواعد دي ممكن تكون مبنية على حاجات تانية زي أسماء مواقع معينة أو بروتوكولات أو حتى برامج محددة أو أرقام بورتات أو كلمات مفتاحية معينة جوه البيانات نفسها. وهنا بنشوف العملية بتحصل إزاي خطوة بخطوة. في المثال اللي فوق وصل طلب على بورت 80، ده بتاع تصفح الويب العادي. الفايروول بص في كتاب القواعد لقى اسمح لبورت 80، النتيجة Access Granted، اتفضل عدي. لكن بصوا على المثال اللي تحت، وصل طلب على بورت 23 وده بروتوكول قديم ومعروف إنه مش آمن. القاعدة هنا بتقول إيه؟ امنع بورت 23، فالنتيجة فوراً Access Blocked، مفيش دخول. ممتاز جدا، كده فهمنا بيشتغل إزاي. دلوقتي بقى مهم نعرف إن الحماية دي بتيجي في شكلين أساسيين، أو نقدر نقول نكهتين مختلفتين. المقارنة دي بتلخص الفرق كله. النوع الأول الهوست بيست ده بيكون برنامج سوفتوير عامل زي الحارس الشخصي لجهاز كمبيوتر واحد بس. أما النوع التاني النتورك بيست فده حارس أمن على العمارة كلها، بيكون جهاز هاردوير ومكانه بين الشبكة كلها والإنترنت عشان يحمي كل الأجهزة اللي جوه. والنوع الأول ده بتاع الحارس الشخصي كلنا تقريبا بنتعامل معاه، زي الفايروول اللي بينزل مع الويندوز أو برامج الحماية الخارجية زي زون ألارم أو حتى اللي بيكون جزء من برامج الأنتي فيروس. أما بقى حارس العمارة أو النتورك بيست فده بنلاقيه في كذا شكل. ممكن يكون جهاز ضخم مخصص في الشركات الكبيرة، أو بيكون مدمج جوه الراوتر اللي عندنا في البيت أو المكتب، أو حتى بيكون خدمة سحابية. وده بيوصلنا لأهم نقطة في الموضوع كله. في عالم الأمن الرقمي المعقد ده، إيه هي أفضل طريقة نستخدم بيها الفايروول؟ طب نختار الحارس الشخصي ولا حارس العمارة؟ الإجابة الذكية هنا إننا مش بنختار. المؤسسات الكبيرة اللي بتدور على أقصى حماية ممكنة بتستخدم الاتنين مع بعض. دي استراتيجية اسمها الدفاع متعدد الطبقات. تخيلوها زي القلعة اللي ليها سور خارجي ضخم،
ده اللي هو النتورك فايروول. وبعدين كل مبنى مهم جوه القلعة دي له حارس خاص بيه، ده اللي هو الهوست بيز فايروول. والاقتباس ده بيشرح الفكرة ببساطة شديدة، لأنه لو حصل بالصدفة وعدت بيانات ضارة من الفايروول بتاع الشبكة، الفايروول اللي على كل جهاز لوحده هيكون موجود عشان يوقفها. يعني لو حرامي عدى من السور لسه هيلاقي حارس مستنيه على باب الشقة. فالخلاصة هنا إن وجود أكتر من طبقة حماية بيخلق موقف أمني أقوى بكتير وأكثر مرونة، بيخلي اختراق الشبكة مهمة شبه مستحيلة. وبكده نكون غطينا أساسيات الفايروول، بس ده يخلينا نفكر في المستقبل. التهديدات الرقمية والهجمات كل يوم بتبقى أذكى وأعقد، فالسؤال اللي لازم نسأله، يا ترى خطوط الدفاع بتاعتنا دي الفايروولز هتتطور إزاي هي كمان عشان تقدر تواكب السباق ده؟ ده سباق مستمر بين الحماية والاختراق، وشكله هيتغير تماما في السنين اللي جاية.